شجع ولد اقول لك لا تفجعه. انا جاي ادخل في المنتخب حقنا. حقنا منتخب يخلي سنقلوا الوحدات بالخمس دقائق الاولى من المباراه يرجع استقبال. لا تضحك على المنتخب حقنا ما اسمحلكش. اقول لك حرام بمكره دي ما تفوز للبرازيل. وان شاء الله ما يفوز الا حقنا منتخب. برازيل. اقول لك حقنا منتخب. برازيل. المنتخب حقنا اقول لك. برازيل. المنتخب حقنا. المنتخب حقنا مش مسجل في كاس العالم، ما طلعش كاس العالم. حتى لو مش مسجل في كاس العالم مش يفوز. برازيل. اقول لك المنتخب حقنا. اقول لك برازيل. اقول لك المنتخب حقنا اصبح. حرام انك كفلو غثيمي. اقول لك المنتخب حقنا. مرقدوا بالشيطان برازيل. المنتخب حقنا. مرقدوا بالشيطان برازيل. المنتخب حقنا. مرقدوا بالشيطان برازيل. لاني برق دودو مو كحلو وعيون سودو ذي سمعة الله. ربي اخذ مني يوم فرحه يوم انت زوجت على ربحه يا خيرة الله. صح في درس ما فهم ليش شاطر. يا من قصدك من ربحه؟ ربحه؟ يا ما كان ربحه. انت قلت ربحه. ما قلت ربحه؟ اتأكد من كلامك. لا انت ما قلتش ربحه. ها ما قلت. انت مكمر ومسمر والعياذ بالله وما شاء الله. والعياذ بالله. شفت من دائما تقول لي كذا دائما يعجبك تضحك علي. والله انك تضحك. انت ولا مرة في حياتك حتى قلت لي اني حلوة. حلوة؟ مكذب حرام. حلوة مكذب حرام. يا اخي جامل لي حتى مجاملة. جامل لي حتى مجاملة. ما هو انا دائما اجاملك. جاملين ابني. ملقفك اقول لك ما شاء الله حالي وهو مش حالي بيني وبينك. لك ما في حالي. والله ما اتمرى بالمراية. والله لا تشوف نفسك في المراية والله لا تحترمني. ذنبك سلام ما سنتم كلام ده خلم ابني ذاكر انت مالك انت ذاكر. في درس ما فهم ليش. درسه مفتهم لك؟ ليه؟ ما افتهم لك ما الدرس كله وانا شذاك لك انا. قصة ربيع ورستم. ربيع ورستم. ايه شوف ذا الربيع ذا ما انا ما اعرفهاش. لكن رستم ذا شوفوا اسمه ينقسم لك اسمين. الرز يعني ايش؟ يعني اذا تقول رز غنم رز بكر رز ابرد لك. وذا فم ذا اللي كان يتلاحقوا ويجري كانوا يفعلوا مشاكل. وانت تروح تسال ذي بقره تسال بقره. جه هنا انا اقول لك شوف ابني ده اسمه ربيع ابن عامر. هو احد من التابعين رضي الله عنهم جماعه من الصحابه والتابعين. ورستم ده ذا كبير من فرس. كان يعني من فرس يعتبر يعني مثل طفاح هنا عندنا الشيخ طفاح. واحد كبير ده من فرس. وبعدين كان العرب زمان يروحون عند فرس عشان يهبوا لهم فلوس يشحتوا لهم فلوسه. وبعد الاسلام العرب تغيروا. العرب كلهم تغيروا اصبحوا قوياء. ومره رستم ذا جالس بمقصر حقه قام ربيع ابن عامر رضي الله عنه اخذ حربه وانفرس ودخل الى مقصر حقه وهو شجاع رافع راس حقه وخزق بحق محاربه موقد حق رستم. شاطر؟ من في انا هذاك الايام كان معاهم موقع. كان معاهم قطايف كان معهم قطايف ويخزق قطيفه ويمشي. لما وصل عند رستم قام رستم مفجوعه. انزل قام رستم قال اتاك مالك تخزق موقف ذي؟ اتاك ما كانوا يفهمونا. قال له اتاك كان بس قال له بالفارسيه اتاكو سمعت. وبعدين قال له اتاك من ذا خزق لنا موقف من انت ما معك ما تشتاق ما اللي جابك لهنا. فقام ربيع بن عامر رضي الله عنه قام مسلم شجاع وقال رستم نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من عبادة عباد إلى عبادة رب عباد ومن ضيق دنيا إلى ساعة الدنيا وآخرة ومن قرى مديان لأدلم إسلام. شوف المسلم كيف كان قوي. مسلم قوي شجاع ما يخافش. وكيف انت شجعه؟ طاقة أنا أبو جعفر هبلي كري يا هبل خير أنا تضحك يا هبل ضمن. وكيف تخاف من طفاح؟ وكيف تخاف من طفاح؟ أنا أخاف من طفاح هبل ضمن. ارقد أنت اسمعي الطفاح أو سيجارك دي هذه المرأة دي كيف تخاف من طفاح؟
حرقنا مولد ده. اركض اركض انت. اطفئي طفوا راسك من مرة. ما تخاف من طفاه. سؤال يطرح نفسه بقوة. لما كبرت وترعى